كل ثانية بتمر ملايين المحادثات الخاصة في عالمنا الرقمي. بس يا ترى عمرنا فكرنا إيش بيصير لو في حدا بيتصنت عليها وإحنا مش عارفين؟ هذا بالضبط هو أساس هجمات الرجل في المنتصف، واللي تعتبر من أخطر التهديدات السيبرانية. اليوم رح نكشف الستار عن كيف بتصير هاي الهجمات باستخدام أداة قوية جداً اسمها بيتركاب. طيب، شو خطتنا لليوم؟ أول شي رح نعرف شو هي أداة بيتركاب، بعدين رح ندخل على طول في التطبيق العملي ونشوف هجوم تفاعلي وكيف بيتم التنصت على البيانات، يعني خطوة بخطوة. بعدين رح نشوف الطريقة الأوتوماتيكية اللي هي أسرع وأكثر كفاءة، وفي الآخر رح نلخص كل شي ونتكلم عن خطورة هاي الثغرة الأمنية وشو ممكن تعني للكل. تمام، خلينا نبدأ من الأول. قبل ما نشوف أداة بيتركاب وهي شغالة، لازم بالأول نفهم شو هي هاي الأداة بالضبط وليش بيعتبروها جزء أساسي من عدة أي مختبر اختراق محترف. ببساطة جداً ممكن نتخيل أداة بيتركاب زي السكين السويسري، بس لمختبري الاختراق وخبراء الأمن السيبراني. هي مش مجرد أداة وحدة بتعمل شغلة وحدة، لا، هي عبارة عن منصة عمل كاملة متكاملة فيها كل شيء ممكن يلزم لشن هجمات معقدة، خصوصاً داخل الشبكات المحلية، يعني مثلاً شبكة واي فاي في كافيه أو حتى في المكتب. طيب، شو اللي بيميز بيتركاب؟ شوفوا، أول شيء هي منصة شاملة جداً لهجمات الرجل في المنتصف. الشغلة الثانية والمهمة جداً إنها بتحتاج صلاحيات روت أو المستخدم الجذر، وهذا معناه إنها بتاخد تحكم كامل بالجهاز عشان تقدر توصل لأدق تفاصيل عمليات الشبكة. وأخيراً المرونة في طريقة استخدامها. ممكن نشغلها بشكل تفاعلي، يعني ندخل الأوامر أمر بأمر، أو ممكن نستخدمها بشكل آلي بحيث ننفذ هجوم كامل بكبسة زر واحدة. وهلأ وصلنا للجزء الممتع، الجزء العملي. رح نستخدم الوضع التفاعلية في بيتركاب عشان ننفذ هجوم اسمه انتحال ARP أو ARP Spoofing. طيب، شو يعني هذا الهجوم؟ الموضوع ببساطة كأننا بنضحك على كل الأجهزة اللي على الشبكة وبنقنعهم إنه جهازنا هو الراوتر أو البوابة للإنترنت، والنتيجة كل بياناتهم، كل شي بيعملوه رح يمر من خلال جهازنا أول. خلينا نشوف كيف بتصير هاي العملية. العملية كلها بتتلخص ب4 خطوات أساسية. أول خطوة بنستخدم الأمر net.probe on، هذا عشان نستكشف الشبكة ونشوف مين الأجهزة اللي موجودة ومتصلة. تاني خطوة وهي مهمة جداً، بنفعل خاصية full duplex. هذا الأمر بيحكي للأداة اسمعي، بدنا تخضع الجهاز الهدف والراوتر بنفس الوقت. ليش؟ عشان نضمن 100% إنه صرنا في نص المحادثة بينهم. ثالث خطوة منحدد مين هو الهدف تبعنا عن طريق الاي بي تبعه، وخلص آخر شي بنعطي الأمر arf.spoof on، وهيك بيبدأ الهجوم. ممكن نفكر بأمر net.probe زي كأنه الواحد دخل غرفة معتمة تماماً، وأول شي بيعمله هو إنه يكبس على كبسة الضوء. قبل ما نعمل أي شي لازم نعرف مين موجود معنا بالشبكة، وهذا الأمر هو اللي بيعطينا هي الصورة الواضحة. ممتاز، هلأ إحنا صرنا في نص الاتصال بالضبط. إجا وقت نشوف نتيجة شغلنا. خلينا نشوف شو ممكن نلتقط من البيانات اللي رايحة وجاية من جهاز الهدف. طيب، كل بيانات الهدف هلأ عم تمر من خلال جهازنا، بس لسه ما بنشوفها. بدنا طريقة نشوف هاي البيانات. هون بيجي دور أمرين زيادة. الأول هو net.sniff.local، وهاد كأننا بنحكي لبيتركاب ركزي معي، أي بيانات بتمر من هون بدي إياكي تلتقطيها. ولما تكون جاهزة بنعطيها الأمر الأخير net.sniff on، وهيك بتبلش عملية التصنت الحقيقية. وفوراً النتائج بتبلش تظهر قدامنا. شوفوا، منشوف أسماء مواقع زي فيسبوك وتويتر. هاد شو معناه؟ معناه إن عم نلتقط طلبات DNS، يعني الطلبات اللي بيبعتها الجهاز عشان يعرف IP تبع هاي المواقع. بمعنى تاني، صرنا نعرف بالضبط الهدف على أي مواقع عم يدخل، وهي أول علامة حقيقية على إنه هجومنا نجح. بس هون المصيبة الكبيرة، لو الهدف حاول يدخل على أي موقع قديم أو مش آمن، موقع ما بيستخدم تشفير HTTPS، منشوف كل شي حرفياً. زي ما هو واضح هون، التقطنا اسم المستخدم admin وكلمة المرور test مكتوبين كنص واضح وصريح، لا في تشفير ولا أي نوع من الحماية. الحساب انسرق بالكامل. وهذا بيوصلنا لحقيقة بسيطة ومخيفة بنفس الوقت. أي معلومة بتنبعت عن طريق اتصال HTTP غير مشفر، سواء كانت باسورد أو رسالة خاصة أو أي شيء تاني، هي فعلياً زي كرت بريدي. أي حدا على الشبكة ممكن يمسكه ويقرأه بكل سهولة.
ما في أي خصوصية أو حماية على الإطلاق. حلو، الطريقة التفاعلية هاي ممتازة عشان الواحد يتعلم ويستكشف الشبكة، بس بالسيناريوهات الحقيقية السرعة والكفاءة بتكون هي الأهم. وهون بيجي دور الطريقة الأوتوماتيكية أو الآلية باستخدام ملفات اسمها كابلتس. طيب متى نستخدم هاي ومتى نستخدم هاي؟ خلينا نفكر فيها هيك. الوضع التفاعلي هو وضع المستكشف، يعني لما ندخل على شبكة جديدة وبدنا نتحكم بكل خطوة لحالها. أما الوضع الآلي فهو وضع الخبير أو المحترف، بيكون عندنا سيناريو هجوم كامل جاهز ومنشغله بأمر واحد بس، وهذا طبعاً بيوفر وقت وجهد كتير، خصوصاً بالمهام اللي بتتكرر. والعملية سهلة جدا، كل اللي علينا نعمله هو إنه نجمع كل الأوامر اللي استخدمناها قبل شوي ونحطها بملف نصي عادي ونحفظه بامتداد كاب. بعدها منشغل باتر كاب بسطر واحد، منحدد فيه كرت الشبكة وبنحكي له يستخدم ملف الكابلت تبعنا، وبس الهجوم كله بيشتغل لحاله بشكل أوتوماتيكي. تمام، شفنا قد إيه الموضوع ممكن يكون سهل، وهذا بيخلينا نسأل سؤال مهم: شو هو السبب اللي بيخلي شبكاتنا أصلاً عرضة لهيك خطر؟ والأهم من هذا كله، كيف ممكن نحمي حالنا؟ وهذا هو السؤال اللي أكيد الكل بيفكر فيه هلأ. يعني هل معقول أي حدا قاعد على شبكة واي فاي عامة في مطار أو كافيه ممكن يعمل فينا هيك بكل سهولة؟ الجواب مش بسيط، يعني مش أبيض وأسود. هلأ كتير من الراوترات الحديثة فيها أنظمة حماية ضد هجمات انتحال الأرب، بس المشكلة إنه ما بنقدر نعتمد على هذا الشيء دايماً. الحقيقة الأهم هي إنه هجوم الأرب هو مجرد الباب اللي بينفتح. الضرر الحقيقي بيعتمد على شو بيمر من خلال هذا الباب. لو البيانات كانت ماشية ببروتوكول HTTP العادي فهي مكشوفة للكل، أما لو كانت محمية ب HTTPS فكأنها محطوطة بصندوق حديد ومقفل بقفل قوي. حتى لو المهاجم سرق الصندوق ما رح يقدر يفتحه ويشوف شو جواته. خلينا نختم مع هذا السؤال للتفكير. بعالمنا اللي متصل بالإنترنت 24 ساعة، سهل جداً الواحد يفترض إنه